مساء الخير. اهلا بكم مجددا في برنامجكم المفضل. وصلت هنا ازاي؟ النهارده احنا معانا ضيف لاول مره. وطبعا هو مش اي ضيف، يعني هسيبه هو يعرف نفسه. باشمهندس سيف البغدادي معانا من اول الرحله في المانيا، من ساعه ما جينا، يعني جينا مع بعض في نفس الوقت. ف اتفضل يا باشا، عرف نفسك. أعرف نفسي سيف البغدادي. كنت معاه في جامعة القاهرة وجينا ايوه. سوا هنا اتقابلنا. عرفت إن هو جاي من صديق مشترك، عمر النحاس. عمر كان تقريبا مخبي الموضوع عشان حسد وكده. آه. بس واتعرفنا وادينا ماشيين الحمد لله، بقالنا سنة في ألمانيا. حلو جدا. بقى لنا سنه وايه، احنا في شهر يناير، يعني سنه وكام شهر كده. شوية أكتر من سنة شوية. الفيديوهات دي عامة هتبقى ان احنا بنتكلم مع الشباب هنا، يعني الشباب هنا معانا في كيمنتس في نفس المدينة. ممكن نحاول نتوسع شوية. بنحاول نعرف الناس اللي عايشة بره مصر خبرتهم عاملة ازاي. يعني يتكلموا عن كل واحد بيتكلم بقى عن هو شايف الغربة عاملة ازاي ما بينه. يعني ممكن بقى برسبكتيفز مختلفة، ناس بقى لها سنين كتير، ناس بقى لها لسه من قريب. اولا انت ايه الحاجة، يعني موضوع السفر ده جه ازاي؟ آه وكفكرة وكتنفيذ برضو في حاجات تفاصيل، حاجات يعني اتعملت بطريقة غير الطبيعية، حاجات مشيت ما ماشي. مشيتش. كان من البداية يعني الصراحة الفكرة موجودة، اوكي. بس هو كان فيه اوبشنز كتير وقتها. امم. طبعا كلها كانت بتجيت اليمينيتد واحدة ورا التانية يعني. امم. اول واحده كانت امريكا، طبعا الموضوع كان اه. غالي جدا. امم. فوق ما تخيلت الصراحه، ما كنتش متخيل ان الدراسه هنا غاليه اه كده. طبعا مستحيل يعني. اه. بعد كده جه كندا. دي كانت فرصه فيها يعني في بوتنشال انك تروح كندا. ايوه، انا حاسس برضو كان قال لي ان هو كان اه. ممكن يروح كلنا كنا بنتكلم وبتاع. عن موضوع كندا وبعتنا للدكاتره فعلا، وكان في سكولارشيب. اوكي. بس هي مشكله كندا انها بعيده، وما كنتش اعرف هعيش في الجو هناك ازاي. كنت متخيل بقى تلاقي هناك الجو برد جدا اقصى من المانيا بكتير. طبعا. مش هتنزل مصر خالص، يعني اصحابي اللي في كندا تقريبا بينزلوا مره في السنه. اه ده احنا لو هنا نزلوا يعني محظوظين مرة في يعني. السنة. ايوه طبعا. في ناس بتنزل 3 مرات، انا نزلت مرتين من ساعه ما جيت. كتنفيذ بقى قعدت اقدم على كذا جامعه الاقيها. كنت امم. بكلم الناس اللي بتقدم معايا نشوف الجامعه دي موجوده نقدم. في الاول كنت عايز تي ام، اول غالي ما يعني. خلصنا السمستر بقت بقت بفلوس، بفلوس. ايوه، على الترم بتاعنا. اه. اقلب وادخل على اللي بعده. ايوه. جالي اول قبول، جالي الصراحه كان كيمنتس، جالي في شهر 5 الاول خالص. بقى وقتها ارتحت بقى، قلت خلاص معايا القبول والدنيا كده كده ماشي وبتاع، تعال نشوف بقى ايه الجامعات الموجوده التانية. امم. بس كنت مقدم على تيو دريسدن ويا رب تاني مش فاكر تيو برلين ولا ايه. امم. بس تقريبا برلين كانت بفلوس. برين كان بفلوس برضه. بس وجينا تيو كيمنتس. كان في دورتموند، بس دورتموند دي صعبة، اعتقد كانت من ضمن مش الاوبشنز. صعب، انا تقريبا اتقبلت وعملت ريبورت. اه. اترفضت مع الريبورت اللي انا عملته. كان تقريبا كنت عامل اه. ريبورت عادي. تقريبا الناس هناك كانت بتعمل ريبورت داتا اناليست حقيقي، اللي هو اوكي. لازم تظبط الريبورت ده جامد، وده اهم من الجريدز بتاعتك، اهم من كل حاجه. اه. اه. وليا ناس كتير اتقابلت هناك، هي بس الريبورت وخلاص. اه. اكيد اه كان عندك توقعات قبل ما تسافر، اكيد. كنت عايز تعمل حاجات، كنت متخيل ولا انت ما كنتش متخيل؟ يعني بالنسبة لك الحياة بره دي، انت كنت اللي هو هنسافر ونكتشف، ولا هو؟ كان عندي طبعا اكسبكتيشن الصراحه ماتت مع كيمنتس يعني. كان ما تصورتش ان المانيا هتبقى كيمنتس بالنسبه لي. صح. بالذات المشكله انا اول ما جيت على برلين. الموضوع كان عاجبني في الاول الصراحه. امم. بعد كده جيت كيمنتس، الاكسبكتيشنز بدات تقل. بعد كده التصورات بدات اللي في الاول بقى ان انا اسافر كتير. حاولت امشي الدنيا بقى على قد ما اقدر. يمكن عزيمتك بتقل مره ورا مره كده الصراحه. ايوه، احنا في الاول في كنا الاول ماشيين سافرت كتير وبنسافر وبتعمل ومش عارف ايه. اي مكان انت عايزه تروحه الموضوع سهل مش عارف ايه. ايوه. بعد كده وبعدين ايوه. بس اه. بيبقى سفر مواسم. طب يعني ان جنرال، انت مثلا انت برضو كنت عايش لوحدك، الناس ما تعرفوش، يعني في مصر انت اه كنت اوريدي عايش لوحدك، فانت متعود تعيش لوحدك. اه. فدي مش غريبة، بس ايه الاختلافات ما بين مثلا، ما انت في مصر الاكل اكيد. بس الصراحه يعني في مصر كنت بطلب دليفري كتير. اه. الموضوع الفلوس بتاعت الدليفري في مصر مش غاليه. اه هنا طبعا ارخص منها الموضوع بكتير طبعا. بالنسبه لهنا صعب جدا ان انت كوركينج ستودنت تقعد تطلب دليفري كتير وبتاع. امم. خلاص بقى الواحد بيكبر، اتعلم لك اي طبخه تعملها. ايوه. بيجي في بالك طبخ كده مصري انت عايز تعمله. الصراحه في مصر برضو يعني كنت بروح اكل عند اهلي مثلا في الويك اند بتاع. اه. كان في واحده صاحبة اختي مامتها بتعزمني كتير. امم. على الاقل الاكل بتفضل
تدوقه من فين لفين. ايوه طبعا. هنا انت بتبقى انت اللي هتعمل، انت خلاص انت لازم انت اللي تعمل الاكل ده، امم. فبتحاول وخلاص وبتمشي. اوكي. طب وعامة برضو معلومة تانية، حاجة مهمة ان انت في الاول ما كنتش، يعني انت دلوقتي في الدورم بس انت في الاول كنت بعيد. اه فبعد كده بقى بعديها ابتديت، لما قدمت على الدورم خد السكن اللي انت كنت عايز بتاع المبنى بتاع اسمه ايه ده وهو. ايوه ايوه، انا كنت مقدم على سكن هنا نفس الاوضه بتاعته بالظبط، كنت مسجل قبله. اه. مش فاكر ايه اللي حصل والله، وتقريبا الست راحت حاطاه فوقي وخد وش الاوضه، رغم ان انا كان جاي كان بعت لي ميل المفروض كنت ارد عليه، يمكن انا اللي هو اتاخرت فيه شويه. بتاع التأكيد اللي هو انت. كان لازم اكونفيرم. ايوه. انا قلت خلاص جالي وقت ما عاوزها اكونفيرم واروح لقيته مهند بيكلمني يقول لي الاوضه جات لي. فلوس حرام دي، خد بالك. وعيلي فيها لحد بص لحد دلوقتي. اصل يا جماعه المبنى ده مبنى اصلا هو كله المان، وانضف مبنى في الدورم بتاع كيمنس كلها يعني. الاوضه مش صغيره برضه يعني كويسه. اوضه كويسه، هي اوضه لوحده ما فيهاش حاجه ما شاء الله يعني يا استاذ مهند. بس يعني بس هي ميزه 72 الصراحه كلها مصريين طبعا. كذا حد اعرفه فوقي الدور الخامس، اعرف مش عارف مين كده. أيوة. يعني فالدنيا اسهل أيوة هناك الصراحه. هو سيف مش معايا في نفس المبنى، هو في مبنى تاني اللي هو مبنى 72 ده مصريين بس يعني. هو مش بس يعني برضه في كتير، بس هو عشان المصريين معظمهم بيروحوا 72. ايوه كل يعني 3/4 المصريين اللي موجودين في كيمنتس في المبنى بتاع 72. وغير كده ان هو المبنى اللي بيبقى فيه ناس من باك جراوندز مختلفه. المبنى ده اللي هنا ده اسمهم ايه دول، ايرازموس بيروحوا في 72. بالظبط، اللي هو جنسيات الاسبان الطليان اللي مش عارف ايه وهكذا يعني. ماشي. كده احنا الاثنين كنا في جامعه القاهره، فيعني احنا متعودين على ليفل دراسه يعتبر صعب يعني اللي هو احنا اوكي جايين هنشوف ايه الدنيا بس عادي يعني متعودين على الصعوبه بتاعه الدراسه. فقول لي بقى انت ايه الدراسه بالنسبه لك؟ انت برضو يعني معلومه ان سيف تخصصه غير تخصصي شويه. هو اوتوموتيف سوفت وير انجينيرنج، انا امبيدد سيستمز يعني. فقول لنا انت ايه يعني ما توقعاتي. هي الصراحه الماستر مش صعبه طول ما فيش بروجيكتس وديدلاينز وبتاع، فالموضوع سهل. كل اللي تعمله مثلا مش عارف شهر ونص مذاكره. من ساعه ما جيت هنا مثلا من شهرين ونص ذاكرته. شهر قبل الامتحانات الاولاني، شهر الامتحانات اللي بعديها يمكن نص لو في اي حاجه في النص كده يعني. بس اما كتوقعات صراحه كنت متوقع ممكن الموضوع يكون اصعب شويه، بس عادي الموضوع ابليكابل ان انت تخلص الماستر في سنتين. يمكن الناس بس ما بتخلصش الماستر عشان تمد شويه في الريزيدنس بتاعتها، اما كماستر تخلص. هو عامه انا عندي برضه نفس الفيدباك يعني. مش عارف انا قلت لكم الموضوع ده ولا لا، بس هو عامه برضه احتمال كبير ده يبقى ليه دعوه بالجامعه. ان احنا برضه كيمنس مش جامعه صعبه ولا جامعه الرانك بتاعها عالي قوي، هي جامعه عاديه. فالديفيكولتي عاديه يعني. ممكن جامعات بقى، في جامعات طبعا اللي هي الجامده في المانيا زي اخن، زي برضه تي يو ام. اخن اصعب جامعه تقريبا في المانيا. اخن دي ما الناس بتروح وما بترجعش يعني. برضه انا حاسس في فرايبورج اعتقد ان هي جامعه صعبه مش سهله. فيعني لكن هو ان جنرال الصراحه الجامعه دي بنت حلال يعني. الحمد لله. طيب برضو حاجه انت عملتها ان انت بعد ما يعني في اول حبه من اول نوفمبر تقريبا كنت ابتديت في قصه الشغل. واحنا اتكلمنا الفيديو اللي فات عن زين جوب، واللي قبليه اتكلمنا عن زين جوب وازاي الطلبه بتشتغل عن طريق زين جوب وكده. احكي لنا عن ايه يعني بدايتي مع الابلكيشن ده. اشتغلت ايه يعني؟ قول لنا اشتغلت ايه مثلا، حاجات بسيطه مش لازم كل حاجه بس اكزامبلز يعني. وايه كان كويس كان وحش. هو الموضوع البشر الوحيد اللي في الاول ان انت بتجذب ان انت تقول ان انت معاك الماني. انت معكش الماني. ايوه. تروح الراجل يقعد يشرح لك تقول له بقى جناو ومش جناو وتقعد تمشي كلمتين. ايوه. الصراحه كان حظي حلو اول مره. قابلت واحده المانيه صدفه قبل ما ادخل، اتكلمت معاها شويه وبتاع، طلعت عارفه ماركو واحد صاحبي هنا، وكنت متخيل الصراحه انها هتساعدني. بس اول ما دخلنا على طول راحت مكان ورحت مكان تاني، قعدت تضحك. رحت بعدين ست بقى تقول لي احط في مش عارف ايه. كان المفروض هي مش فارماسي، هي وور هاوس تبع فارماسي كده. بيجي لك الطرد وانت تحط فيه روشته والبوكس وتحط فيها حاجتين ساقين تحت مش عارف ايه. ما كنتش لحد دلوقتي ما اعرفش الصراحه كان المفروض احط كام. يعني اشوف البوكس بياخد كام واحط. هي كانت ليها رقم معين الصراحه، تقول لي البوكس ده ياخد كذا البوكس ده ياخد كذا. ماشي. انا فهمت من الاحجام ان انا هملى تحت. ومشيت وبتاع. تقريبا الشغل ده ما جاليش تاني. تقريبا عملت شغل وحش. ايوه. جالي بقى شغل فينيكس، ده كان احسن شغل رحت الصراحه. بتقعد تسكان الدواء وتجيب البوكس تفضيه وتحطه. اوكي. حتى مصريين كتير بعدها كانوا بيجوا اقول له تعالى زي طارق مثلا اروح معاه
يقول لي تشرح له، اقول له اشرح له، ولا انا هو معانا الماني ندخل نسكن الادويه وخلاص. الدنيا ماشيه بالحب يعني. اوحش شغلانه كانت شغلانه بيزاك دي الصراحه. كان عندي اكسبكتيشن انها شغلانه عاديه، لحد ما دخلت لقيتهم بيقول لك هنلم الزباله. الشغل مش عيب يا جماعه. الشغل مش عيب. احلى تحيه رجاله بيزاك. بس فقعدت مشيت الدنيا الصراحه، شغل خفيف، الراجل مش على دماغك خالص. قبل ما الشيفت يخلص بساعتين قال لي روح. وخلاص اشتغلت هناك شيفت وبتاع خلاص. وبرده محلات اللبس برده بيبقى شغل. اشتغلت مره في محل نسبيا خفيف، بس هو برده بيبقى يعني عدد ساعات اقل، بس بتشتغل طول الشيفت يعني. لا بس في بريشر في محلات اللبس الصراحه. يعني لازم لازم تفضل طول الوقت شغال، وفي حد بيعدي عليك ويشوف البتاع ده خلص ولا ما خلصش، يقول لك انت بتطبق غلط، يعلمك ازاي تطبق. ايوه. اما في زي ارمي مش عارف فينيكس، لو انت فضلت مثلا ساعتين في الحمام محدش هيقول لك حاجه. ايوه. محدش موجود. احنا كلنا خارجين هندسه، وكلنا جينا اشتغلنا نفس الشغلانات دي هي ويعني كلنا بناكل عيش في الاول. ايزي ماني الصراحه. ايزي ماني فعلا بالظبط. ان جنرال بالنسبه لالمانيا، انت فكره ان الناس كلها كانت بتقول لنا المان عنصريين وان هم مش عارف ايه وايه، انت ايه يعني الموضوع ده من خبرتك؟ حسيت بايه؟ هل دي حقيقه ولا انت ما اعرفش؟ انا اتخيل الصراحه هم عنصريين عادي، بس مش عنصريين اتجاهك، يمكن مهتمين باللغه بتاعتهم قوي. صح. يعني الموقف الوحيد العنصري اللي افتكره كان محل مشهور يعني بتجيب منه حاجات معينه، ورحت كلمت راجل كبير فبساله على حاجه بالانجلش، قال لي احنا في المانيا بنتكلم الماني، وسابني ومشي. ده موقف كنت دايما اسمع عنه، وكان اول مره اواجهه الصراحه. فضلت واقف اضحك شويه، وبعد كده جبت واحده صغيره اتكلمت معاها انجليزي وخلاص. يمكن الكبار هم اللي دماغهم رخمه شويه. ايوه ده حقيقي. يمكن موجوده في اي بلد الصراحه يعني، حتى عندنا يعني ما اعرفش الكبار عندنا ما بيحبوش ايه، بس هتلاقي في جنسيات ما بيحبوهاش. ايوه عادي الناس. وعامه ان هو يعني في يعني كل بلد لما تيجي تتكلم معاهم، بالذات لو الناس حد ماشي حد في الشارع، حد بيشتغل شغلانه مش متعلم قوي، فانت هتكلمه يعني بلغه مش لغته مش هيفهمك. ممكن بقى الالمان مش فريندلي، هم اسلوبهم مش لذيذ خالص. بالظبط. يعني دي الفكره، هم مش ناس فريندلي ان جنرال يعني. فهم عشان بالذات ان احنا في كيمنتس برضه يا جماعه، فيعني احنا بنشوف اسوأ ما في الالمان يعني. انا ما قابلتش عنصريه كبيره الصراحه، غير الموقف افتكره بتاع مهند لما الظابط وقف في القطر. ده ايوه انا فاكر. ده هو ده المشهد العنصري الوحيد اللي انا شفته وقلت ده عنصريه. الباقي يمكن عشان اللغه يعني، هو الراجل كان متضايق ان انا ما كانش معاه الماني. ايوه موضوع اللغه ده لو احنا مش في لندن عشان تتكلم مع انجليزي. ايوه. انت ان جنرال البرسبكتيف بتاعك اتغير شويه في الحياه عامه، او في حاجه انت حاسس ان هي في تفكيرك اتغيرت من قبل ما تسافر لحد ما، او يعني قبل ما تسافر وبعد ما جيت؟ ممكن ممكن لا عادي يعني. ما اعرفش، يمكن موضوع الفلوس بس. الناس كلها بتبقى فاكره ان المانيا الشغل مرتباتها عاليه مش عارف ايه، بعد كده تلاقي التاكسيز اعلى اصلا، مرتبات يا دوبك. ما اعتقدش في ناس بتبني البنى اللي هي متخيلاه يعني. صح. بس فلوس احسن من مصر يمكن، اكيد عادي. بس مش الفلوس اللي الناس بتتخيلها وهي في مصر. لا وبعدين برضو حاجه بالنسبه لموضوع الفلوس ده مهم، ان انت في مصر انت كده بتاخد فلوس من اهلك. بس انت لما تيجي هنا بقى انت اوريدي، انت كمان بتبدا من الصفر هنا. ما عندكش حد موجود مش عارف ايه يعني. لولا البلوك اكونت كان اي حد جاب بهدل هنا الصراحه. ايوه طبعا. لا ومش بس يعني، هو غير بقى يعني البلوك اكونت ده هو بيقعد سنه يا جماعه، اللي بيحوش منه بيحوش، بس بعد السنه دي خلاص انت اللي بيجيب فلوسك. ايوه. هو يعني ان جنرال هو الصراحه زين جوب برضو في ناس بتتفق وتختلف عليه، ان هو في ناس ما بتحبوش قوي عشان هو مش على طول في شغل. ساعات في الهاي سيزون بتاع اللي هو نوفمبر والكريسماس ما ينفعش تعتمد عليه. ايوه ما دي مشكلته. بس هو يمكن في الاول، لان احنا بنيجي برضو في الفتره بتاعت اخر السنه، فدي ممكن بتسند شويه مع الناس يعني. اللي هو اول ما بتسافر ممكن تلاقي الدنيا ماشيه في الموضوع ده. اسرع شغلانه تلاقيها في الاول يعني. بعد كده ممكن الدنيا بتنام شويه. طيب يعني قول لنا انت حاليا في انهي ستيج؟ يعني احنا بقالنا اهو سنه وكام شهر في الماستر. فانت حاليا بتعمل ايه وعايز تعمل ايه في خلال السنه الجايه او تاني سنه يعني؟ اوكي كده احنا ما حدش عارف يعني. الرؤيه مش واضحه قوي الصراحه. يعني كل اللي اعرفه ان انا مخلص مواد، فاضل لي ماده مش عارف ادخلها ولا استنى. عندي لسه بدور على الماستر اربايت، مش عارف هبداه ولا لسه. هو الماستر عايز ابداه يعني، اللي هو ماستر ثيسيس. ايوه بالظبط. بس مش عارف لسه هبدا ولا لا. فكره الفول تايم برضو الموضوع مشوش، مش عارف في بوزيشنز فعلا بتنزل ولا لا، السوق ماشي ولا لا. تحسه نايم شويه. ايوه. بس فقلق حتى وانت بتخلص الماستر في قلق. هو يعني احنا حاليا فكره التيس دي يا جماعه، ان هو انا مثلا دلوقتي في مواد معينه باخدها،
فبعد ما باخد المواد دي ببتدي بقى اعمل زي مشروع التخرج اللي هو الثيسس ده. فالفكره ان هنا في المانيا ممكن مشروع التخرج ده تعمله مع شركه، مش يعني هو مش بتعمله مع نفسك، هو ممكن تعمله مع الجامعه اللي هو عادي زي ما بنعمل في الباتشلر في اي جامعه بس ما في مصر. بتاخدش فلوس. بالظبط، تعمله ببلاش. مم. وممكن بقى تعمله مع شركه، وده اللي بيبقى الافضل، ان انت بتشتغل مع الشركه دي، هي تبقى عندها مشروع اوريدي في الشركه، فانت بتعمل المشروع ده للشركه، وممكن بقى يشغلوك بعديها فول تايم، او ممكن لا، او ممكن تشتغل في شركه تانية، بس طبعا بيبقى احسن يعني. فهو هي دي الحته اللي احنا ما بنبقاش عارفينها قوي، عشان بالنسبه لواحد مش الماني فكره حلوه للسي في لازم تعملها، مش اوبشن قوي يعني، لازم تعمل حاجه بره وبعد كده تشوف صح الالماني بتاعك عامل ايه لو هو موجود. طيب احنا ممكن نخلص بحاجتين. اول حاجه انطباعك عن الاكسبيرينس بتاعه السفر بتاعه يعني بكمنتس، بكل حاجه، بالرحلات اللي رحتها، يعني كل حاجه عملتها من ساعه ما جيت لحد دلوقتي، انطباعك ايه؟ اتبسطت؟ الحاجات اللي مثلا الحاجه الاحسن حاجه فن عملتها كمدينه فهمت. او كده، وفي نفس الوقت ممكن تنصح حد بقى بيسافر او عايز يسافر بايه. بايه؟ فنبدا بالاول واحده. التجربه كتوتال الصراحه حلوه عادي بالنسبه لي، عملت حاجات حلوه، الوقت كان لطيف. اوكي. يعني الكنز في الرحله كان في شويه اكشن، اتعرفنا على ناس، سافرت مدن جديده، بتشوف الدنيا عامله ازاي، مش عارف ايه. في مدن حلوه، في مدن بتبقى سمعتها احسن وعاديه كده يعني. ايه مثلا احلى مدينه رحتها لحد دلوقتي؟ احلى مدينه عجبتني، انا بحب البحر الصراحه، فاقول لك برشلونه. اوكي. وعجبني اوضاع الكامب نو كده، اختيار كان حاجه في دماغي ان انا اعملها الصراحه من وانا صغير، اختيار فدي سليم. هقول لك احسن حاجه بالنسبه لي. اوكي. ايه بقى الحاجه اللي انت تنصح بيها لحد بيدور دلوقتي على جامعات مثلا، او عايز يقدم، او بيفكر في القصه دي جديا يعني؟ هو احسن حاجه الصراحه يتعلم الماني، على الاقل لو مش لازم يكون فلوينت يعني، لو مشاها بي اينس بتاع احسن من مفيش طبعا. وتظبط السي في بتاعك، تحاول تتارجت اي شركه مثلا، تشوف بينزلوا بوزيشنز ايه، مش عارف ايه. وانت مصر الدنيا انت ما عندك وقت، الدنيا فاضيه، ممكن تدور من هناك، مش هتتقبل وانت في مصر، بس عندك رؤيه بس. لو عادي يعني، ان هو نشوف الموضوع عامل ازاي، مثلا الشغل بينزل على البوزيشنز معينه، بتنزل في الفيلد الفلاني، وتبقى عارف برضو الماكس ليفل بتاع السالري بتاعك، عشان ما تفتكرش ان انت عشان ما تشطحش طموحك يعني. عشان ما تنزلش على الارض هنا الصراحه. ايوه. تبقى عارف من الاول البالانس ما بين فكره ان انا ادور عشان ابقى عارف ايه اللي بيحصل، وان انا ابقى مش عايز اخد الخطوه عشان انا مش عارف ايه اللي بيحصل برضو. يعني هي انا المفروض ابقى يعني الصح ان انا ابقى اعمل ريسيرش، اشوف انا الجامعات الفلانيه اوبشنز 1 2 3 4، الشركات الفلانيه مثلا الشغل الفلاني وهكذا، فيه ما فيش. وبعدين في نفس الوقت خلاص معايا الحاجات دي، اخد قرار اذا كان بقى اسافر او اقعد. بس الناس اللي بتقعد تسال طب في شغل يا جماعه، ناس من مصر بتسال في شغل يا جماعه، طب ما الموضوع يستاهل، مش عارف ايه، انا حاسس ان دي بتبقى اسئله ملهاش اجابه، اسئله وخلاص يعني. محدش هيقول لك زي الناس تقول لي انت لقيت شغل بعد قد ايه، محدش هيحط نفسه مكان حد. انا لقيت شغل مثلا بعد 6 شهور، يمكن انت تيجي تلاقي شغل بعد 8 شهور، يمكن بعد 3 شهور. ما تخلكش معتمد على حد الصراحه. يعني هو الناس اللي سافرت ممكن تتكلم عن خبرتها، مجرد خبرتها، لكن هو عامه يعني ما تاخدش حاجه كستاندرد خالص. بالظبط. كل واحد لما بيسافر بيعمل طريقه في القصه، بيشق طريقه. يعني مش شرط ان حد قال لك حاجه يبقى هي دي اللي هيتمشي عليها وهي دي الصح وهكذا يعني. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. باشمهندس سيف نورتنا. شكرا جدا على الاستضافه الجميله يا باشمهندس عمر والجمهور وال 150 مشاهد يا باشا يعني. وان شاء الله في اكتر ان شاء الله، ربنا معاك كده باذن الله يعني. في زياده ما تقلقش انت برضو طلتك علينا هتفرق ان شاء الله يا ريس، ربنا معاك، ندعمك ان شاء الله يعني. كده باذن الله يبقى معانا بقيه الشباب من كيمنتس هنا، يعني عندهم خبرات كتير جدا جدا. بس المنتج هيتعب معانا. يعني ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل، وان شاء الله باشمهندس سيف يعني هتجي لنا فيديوهات تانية، ولا نجي لك يا ريس نكلم لك كمان لايك، نكلم الايجنت نعمل ميعاد ولا لا على طول كلمني انا على طول. خلاص ماشي تمام عشانك بس. اوكي يلا باي باي يا جماعه، مع السلامه.